صديقنا الأديب السوري والشاعر الكردي الإنسان قبل أن يكون كردي وسوري، هوشنغ أوسي راح يكون في ضيافتي. طبعا ما محتاجة أنه أعرفكم على نفسي، لكن أعرفكم بأديبنا. أديبنا له باع طويل في كتابة الشعر، وله مؤخرا تجارب إبداعية في مجال الرواية، تجارب مختلفة جدا، تجارب مبنية على قراءات واسعة جدا أدت بي إلى خلق تجربة خاصة بي ومفردة خاصة بي. ضيفنا اليوم عنده نقاط محددة يحب أنه يتكلم بها، تحديدا مستوى الكتابة والتلقي والمفارقة ما بينهما. لما تكتب من باب مجتمعي أو من بيئة مختلفة عن المتلقي، دائما المتلقي يستشعر إما عدم فهم أو يبدأ في حالة الهجوم للدفاع عن قيم ثابتة عنده ما يقدر يغيرها. يا ريت نشغل المايك. عادل ميوت أول من فضلك. هوشنغ، أرحب بيك اليوم وسط أصدقائي وأصدقائك، وسط المحبين للأدب الحريصين على الرقي بالإبداع الإنساني، الحريصين بأن يكون لنا لغة مشتركة وبصمة إبداعية نتركها على وجه السماء كما أحب أن أقول. لهذا رح أنقل الكلمة لك ونسمع الأول رأيك حتى بعدين نبتدي نتحاور. تفضل. مساء الخير للجميع. الصديقة العزيزة الشاعرة العراقية الغيمة والنخلة العراقية المهاجرة المتجولة، نداء عادل، شكرا كثير على هالاستضافة. العراق كريم، أو إحدى الأسماء الأخرى لهذه المنطقة كرم. الكرم على أكثر من مستوى. العراق منح الإنسانية الكثير من الحضارات، الكثير من القامات الإبداعية والفكرية، الأنهار، والحروب والمآسي كمان. فهذا الكرم الضيافي اللي يتمتع به أو تتمتع به أرض الرافدين، حضرتك جاية من هنيك، فشكرا على كرمك وعلى كرم العراق. هذا من جهة. وأنا سعيد لأنه في زيارتي الأخيرة للقاهرة، في كل زيارة أتعرف فيها على أصدقاء جدد. نحن كنا أصدقاء أو في تعارف شوي، ما التقينا، لكن جمعتنا القاهرة. أنا من سوريا وأنت من العراق ونحن جيران، فالتقينا بعاصمة أخرى، مدينة أخرى تحتضن نهرا، مثل ما بغداد يحتضن دجلة، القاهرة تحتضن النيل. فسعيد جدا بهاي الاستضافة وهاي الأمسية، على أمل أنه الأفكار اللي نطرحها هون من خلال النقاش والأخذ والرد هي مجموعة أفكار، يعني لا ليست قطعيات أو يقينيات، إنما أفكار. هاي الأفكار حصيلة تجارب، حصيلة قراءات. أنا عندما كتبت عن مأزق أو محنة التلقي، هاي الفكرة طرحتها قبل فترة يعني، وحتى في القاهرة أيضا طرحتها، وحضرتك كنت موجودة. وقبل ندوة ورشة الزيتون كمان طرحت مفهوم أزمة التلقي في سياق الكلام، يعني في
لكن حاولت أنظر ويعني أصل الفكرة وأفتح باب للتعليق وللتعقيب حول هل فعلا في شيء اسمه أزمة تلقي في الكتابة وفي لدى القارئ، يعني في فعل الكتابة وفي فعل القراءة، هل هنالك فعلا أزمة تلقي أم لا؟ البعض وضع هذا المفهوم أي الفكرة بين قوسين وحط تحت المفهوم خط، يعني رفض أنه لا، القارئ دائما على حق، ويعني يزن النص بذائقته وبوعيه، ويعني ما تخرج أو ما تنضح به هذه الذائقة والوعي فخلص يعني على حق. طبعا لا، يعني هذا في تقديري مش صحيح يعني. لكن أزمة التلقي التي في تقديري الآن نشهدها لها جذورها. أي مشكل سواء في السياسة أو في علم الاجتماع أو في الفلسفة أو في الثقافة أو في الفنون والآداب لها جذر تاريخي، لها مشكل تاريخي. في تقديري أزمة التلقي إذا قسناها على التاريخ الإسلامي موجودة حتى على يعني في صدر الإسلام. مسألة المشاكل التي حدثت على حياة النبي والمشاكل التي حدثت وتعززت تلك المشاكل بعد وفاته، وقصة تجميع القرآن بعد وفاة النبي على زمن عثمان، والخلاف بين الصحابة على يعني النسخ، ويعني اعتراض عبد الله بن مسعود على نسخة عثمان، وكل هذه المسائل كانت يعني من مظاهر أزمة التلقي لدى القراء أو شراح النصوص بالدرجة الأولى. هذه الأزمة يعني كانت موجودة وأفرزت مذاهب وأفرزت طوائف، يعني كل وجهة نظر أو تفسير معين أو موقف معين من النص، والنص متعدد الأوجه، فخلق هذا التفسير لنفسه أتباعا معينين. تحولت هذه المجموعات إلى طريقة معينة، والتفاسير المتضاربة خلقت بشرا متضاربين، خلقت طوائف وطرائق متضاربة، سواء متباينة أحيانا، مختلفة على طرفي نقيض أحيانا. فأزمة التلقي فيما يتعلق بموضوع القراءة على مستوى النصوص المقدسة كانت موجودة، فما بالكم يعني على مستوى النصوص الإنسانية، يعني النص القرآني أو الرحماني أو النص المقدس يعني أفرز هذا الكم المهول تاريخيا من مشكلة يمكن أن نقول بأنه هي أزمة تلقي. وأزمة تلقي ليس انتقاصا من النص ولا انتقاصا من القارئ، إنما احتدام وجهات النظر فيما يتعلق بالتفسير، تفسير النص هو يعني هذا الاحتدام هو إحدى تعبيرات ما يمكن وصفه بأزمة التلقي. في راهننا على المستوى الأدبي وعلى المستوى سواء في الرواية أو الشعر أو القصة، أزمة التلقي يمكن أن يعني أن نوزعها على منحين، منحى أو ثلاثة مناحي. منحى الكاتب لديه يعاني بشكل أو بآخر من أزمة تلقي، القارئ والناقد بوصفه قارئا محترفا أو قارئا أكاديميا أو قارئا ذو حساسية عائلية في شرح وتفسير وتفكيك النصوص. هنالك يعني أحيانا نصوص عادية يعني لا تحتمل
كل هذا الكم المهول من التفسيرات والتأويلات، ولأنه نص يعني إن لم يكن نص بسيط لئلا نقول مسطح أو كذا، لكن الناقد أحيانا يمعن وفي وفق منطق يعني فقه التعسف الذرائعي يضيف إلى النص ما لا يحتمله النص، يضيف إليه من تأويلاته التعسفية الذرائعية اللي يعني فوق طاقة احتمال النص لهل كم من المدائح. وأحيانا بالضبط هنالك في عسف وظلم للنص دون سند، دون سند. يعني هذا أيضا بشكل أو بآخر يكشف لنا يعني مأزقا معينا على مستوى حركة النقد. والكاتب أيضا أثناء كتابته لنصه، سواء شعر أو رواية أو قصة، أو يكون بصدد مشروع معين، التحضير لكتاب، بشكل أو بآخر في كل مراحل صدور هذا الكتاب يعاني مأزقا معينا، سواء في مراحل الكتابة. عندما يعني هل ينتهي مأزق الكاتب بصدور كتابه ووصوله هذا الكتاب يعني أصبح في متناول الناس؟ في تقديري لا، تتحول أشكال هذا المأزق إلى مناحي أخرى، إلى مسألة التلقي لدى الوسط المحيط، يعني سواء القارئ العادي أو القارئ المحترف. أحيانا القارئ العادي يكون أيضا يعني بشكل أو بآخر منبهر بهذا النص، وأحيانا يعني تفاعله يكون عاديا بسيطا، وأحيانا يكون يعني يعني مشوب بشيء من التنكيل في هذا النص. إجمالا أنا حاولت في منشور معين أن ألخص فهمي لمسألة التلقي، لمأزق التلقي، لمحنة التلقي لدى الكاتب ولدى القارئ. وطالما تتحدث الأوساط الثقافية عن أزمة في النشر، أزمة في القراءة، أزمة في النقد، أزمة في يعني هنالك يعني شعراء كثر والشعر قليل، هنالك نقاد كثر والنقد قليل. وهو بالفعل يعني النقد على كل الأزمنة النقد قليل، والشعر كمان قليل، يعني شعراء كثر وروائيون كثر، والرواية الحقيقية الأصيلة المدهشة قليلة. وهذا من طبائع الأمور. هذه الأفكار التي لخصتها في المنشور، كل شخص منا بخاصة المشتغلين في حقول الكتابة لهم تجربة يعني في هذا الخصوص، بإمكان أن يضيف لهذا الكلام شيئا إما مع أو ضد، يعني مشروعا بتقديم السند، أنه هل بالفعل هو مع مفهوم أو فكرة أنه هنالك فعلا مأزق في الكتابة أم لا، بدليل 1 2 3، أو يعني ليس مع ذلك، أيضا بتقديم الأسانيد التي تدعم يعني من موقعه أين يقف من هذه الفكرة، ومع أنه هنالك بالفعل مأزق أو أزمة تلقي أم لا. ومن خلال النقاش سنرى يعني من خلال الأسئلة والنقاش سنرى أنه مستويات التفاعل مع الفكرة. يعني أنا في ظني وتقديري أنه أنا لم آتي بجديد، يعني أنا فقط حاولت أن أطرح هذه الفكرة بما لدي من قراءات ومتابعة ويعني حراك في حقول الكتابة الشعرية والسياسية والروائية، يعني قرابة عقدين من الزمن.
حلو كتير. هوشان، شكرا كتير لك. طبعا أنت طرحت مجموعة من المفردات يلي بدنا نحكي فيها واحدة واحدة. رح نبتدي من أزمة التلقي، معضلة المعنى. بس ارفعي صوتك بعد إذنك شوي مشان تساعديني، لأنه أنا شلت السماعة. ماشي تمام. يعني نحن حكينا عن أزمة التلقي، وأنا بحب سميها مو أزمة التلقي وإنما هي معضلة المعنى. أذكر في إحدى الندوات التي كنت فيها من حوالي 3 سنوات، كان هناك مناقشة عن أمر معضلة المعنى. كل شخص يتلقى النص بطريقته وبناء عليه يؤوله على طريقته. هل كل المجتمع العربي لا يستطيع قراءة الأديب في زمنه؟ طيب، كان خلال الندوة اللي كنت أحاضر فيها أحد الأشخاص وهو دارس للطب، ادعى وهو دارس للطب أنه ليس لدى العربي المسلم معضلة معنى، لأن كل شيء بالنسبة إليه واضح، هدفه ومصيره ومن أين جاء وما هو وإلى أين مآله. فسألته: ولماذا تدرس الطب إذا كنت تؤمن بهذا المنطق؟ بالتأكيد فإذا مرضت فهو يشفين، آية شافية تكفيك عن دراسة الطب. لماذا تدرس الطب؟ لا، لابد أن أتعلم العلوم. طب يعني عم بيناقضوا حالهم. هذا التناقض يحصل عند القارئ على كل المستويات. التناقض يأتي من جهات عدة، مو بس من فكرة التلقي، لكن يأتي أيضا لأنه المتلقي محمل بمفاهيم الخاصة. هذه المفاهيم كيف تؤثر على الكاتب؟ هل على الكاتب أن ينظر أولا إلى النظريات النقدية، وينظر أولا إلى أساليب الكتابة، ومن ثم يكتب وفقا للقولبة الموضوعة له؟ طب ما احنا نعرف جميعا أنه بحور الشعر لم تكن معروفة، وكان الشعر يكتب قبلها، إلى أن جاء من أطرها في قواعد وأظهر لنا بحور الشعر الموجودة. النقد، النظرية دائما تأتي بعد النص وليس قبل النص. ما الذي جعل من معظم الأدباء والصحافيين، وليس فقط الأدباء، يرتقون إلى درجة ناقد؟ النقد مو مجرد صنعة احنا نرتكبها من أجل كتابة خبر في صحيفة، لكن لاستخراج جماليات معينة من النص، لإظهار إخفاقات معينة تعين الكاتب على إعادة بناء هويته في نص آخر بدون الأخطاء اللي ارتكبها في النص السابق. تأويلات النقد تحمل النص ما ليس فيه مدحا، وأحيانا في الضد تتعسف ضد نص دون سند. أرجع هنا وأطرح عليك أنت تحديدا السؤال: الناقد، من هو الناقد المتمرس؟ أنتظر إجابتك على هذا السؤال قبل لا أكمل أسئلتي. شوفي، الكتابة هي موقف من الحياة، موقف من الوجود، محاولة الإجابة ولو بشكل غير مباشر عن أسئلة الحياة، أسئلة الموت، أسئلة الوجود. الكتابة هي حصيلة قراءات، هي قراءة. يعني على الضفة الأخرى، الكتابة أثناء الكتابة هي قراءة للذات وللمحيط، وموقف تجاه الذات وتجاه المحيط، قياسا بكم التراكم من القراءات والمشاهدات فالكاتب عندما يكتب يقرأ أو يستحضر قراءاته، أو قراءاته تستنفر وتستنهض وتتسرب بشكل أو بآخر إلى النص اللي هو يكتبه. ف بدك ف المعرفي يأثر يا هوشان؟ عفوا. بدك تقول إنه الإدراك المعرفي السابق عند الكاتب هو الذي يحمله النص؟ في جله وليس كله. يعني الإدراك المعرفي متطور،
فلا يتسرب أحيانا نقرأ نصا متخما أو زاخرا، أو نقول أنه الكاتب استخدم كل يعني معارفه وخبراته في هذا النص. يأتينا بنص آخر نرى بأنه هذا الكاتب لا. تحضرني هنا سؤال الناقد والأستاذ برهان شاوي. برهان شاوي عندما قرأ روايتي الأولى وطأة اليقين فكتب قراءة، ويعني عبر استضافتك هذه يعني أسلم عليه، وأستاذ وصديق عزيز، فنان تشكيلي وسينمائي وشاعر وروائي عراقي معروف برهان شاوي. هو قال أنه هوشانغ أوسي في روايته هذه هي الرواية الأولى قال كل شيء، أنهى كل شيء موجود عنده وخلص انتهى يعني الموضوع. فأنا استفزني هذا الرأي لجهة أنه لا، يعني أنه ما زال هنالك بقية لما نقوله في هذه الحياة، فكتبت الرواية الثانية. فالرواية الثانية كانت نتيجة تلك القراءة المحرضة، قراءة على المحرضة التي دفعتني إلى أن أقول أنه لا، الحياة غنية وكفيلة أن تمنحنا فرصة أن نقول المزيد مما عرفناه ومما سننقله إلى القارئ عبر هذه النصوص. وبالتالي في كل كتاب يخرج من تحت يديك سواء شعر أو قصة أو رواية فيه جزء من معارفك، مش كل المعارف، وفيه جزء من المحاذير والمخاطر. يعني في بحكم الظروف التي نعيشها والاعتبارات مأزق الكتاب اللي هو له علاقة أنه هاي الرواية يعني بيحسب الكاتب حساب مسألة النشر والنقاد، المزاج العام، الحياة العام سياسيا واجتماعيا، فعنده مجموعة من الاعتبارات بشكل أو بآخر يعني يلتزم بها. هذا في تقديري مأزق ويقوض النص ويقوض حرية النص وحرية الكاتب، وهذا موجود. هذا موجود يعني تدخل فيه اعتبارات كثيرة، يعني اعتبارات الواقع العربي بمآسيه بأزماته بمآزقه بمحنه، باعتبارات النشر، برغبة الكاتب أنه أن يقول أن يمرر فكرته بأقل الخسائر الممكنة. هذا كمان يعني شبكة معقدة مهولة وعميقة من الاعتبارات والتداخلات التي تتحكم في المناخ العام للكاتب أثناء الكتابة. بالعودة إلى السؤال، أنه مسألة النص والقراءات المتعددة للنص تحضرني هنا. أعتقد أنه القول منسوب لعلي بن أبي طالب أثناء انشقاق مجموعة من القراء والشراح النصوص اللي سموا بالخوارج، واعتراضهم على مسألة التحكيم. أوفد علي بن أبي طالب ابن عمه ووزيره عبد الله بن عباس للتفاوض معهم، فأوصاه بأن لا يناقشكم بالقرآن لأن القرآن حمال أوجه. إذن النص عندما يكون حمال أوجه فهذا طبيعي أن يكون سواء حتى النص القرآني الرحماني المقدس حمال أوجه، فطبيعي أن النص الإنساني أيضا يكون حمال أوجه. أي نص يعني إذا يعني اجتهد ويعني كان مشوبا بالغموض وبطاقة التأويل فيكون حمال أوجه. مسألة التلقي والتفاسير المتعددة والمتنوعة لنص معين هذا وارد. طبعا هذا يتوقف على طاقة النص، قدرة النص على منح القارئ قراءات متنوعة، والقراءات هي تأويلات يعني واجتهادات. في تقديري يعني الكاتب أو الناقد أو القارئ لا يمكنه أن يغلق الباب أمام النقد أو أمام الاجتهاد. يعني من هم النقاد؟ اللي بيحمل إجازة جامعية خريج كلية الآداب قسم النقد وبحوث وأدب مقارن ومن هالقصص، أم من يمتلك
تلك الذائقة النقدية، تلك الرؤية النقدية، الوعي النقدي، الأدوات النقدية. ما الكتابة فعل نقدي. الكتابة بما أنه هي محاولة لفهم الحياة، لفهم الوجود، لفهم الموت، لفهم ما نعيشه، فهم المجتمعات والتحولات الاجتماعية، فالنقدي. الكاتب عندما يكتب ينتقد، وموقف طالما يعني يعبر عن مجموعة من المواقف ضمن نصه الشعري أو القصصي أو الروائي فهو ينتقد. فإذا كل كاتب في داخله ناقد. ناقد ليس وفق يعني المفهوم المعياري أو الاصطلاحي المتعارف عليه. وممكن لأي كاتب، وأنا أرى أنه الكثير من القصاصين أو الشعراء أو الروائيين يكتبون قراءات نقدية بالفعل، من الكياسة والمتانة والاتزان والتوازن، ما يتجاوز أحيانا ما يكتبه نقاد يحملون إجازات نقدية أو يدرسون النقد في الجامعات العربية. فإذا سد الباب أمام النقد وحصره في فئة معينة فيه ما يشبه موقف الغزالي عندما يعني سد الباب أمام الاجتهاد. أو مش بس الغزالي، كثيرين من الفقهاء والسلفيين اللي سدوا الباب أمام الاجتهاد. لا، دعوا الناس تجتهد، يعني تجتهد في فهم الله، في فهم النص، في فهم الحياة، في فهم لكن شريطة أن لا تكون هذه التأويلات تعسفية على الضدين. يعني موغلة في المدائح. طبعا أنا أتحدث عن النقد الأدبي. موغلة في المدائح إلى درجة الجنون، أو موغلة في الطعن والتنكيل والإسفاف والتدفيه أيضا إلى درجة الجنون. وبالتالي النقد أيضا في تقديري نص على نص، وهو فعل إبداعي إذا يعني حاول أن يكون برهة أو شرفة يعني يطل منها الكاتب أو يطل منها النص على القراء، وأقصد النقد. هنالك أحيانا البعض، وغالبا يعني أصحاب التحصيل العلمي العالي، يعني يتأففون أنه يعني لماذا مثلا نداء تكتب نقدا، يعني هي شاعرة، ما علاقتها دعوا النقد لأهله، على منطق يعني أو وفق مقولة أهل النقد أدرى بشعابه. لا، أحيانا أهل النقد لا يعني ليسوا يعني على دراية كافية بشعاب بالنقد. والمبدع، يعني أنت كشاعرة أنت تمونين الناقد، يعني لم تكتبي نصا شعريا يفتح أو يحرك السؤال لدى الناقد على أي أساس بده يشتغل، وبحاجة إلى شيء يشرحه، إلى نص. فأنت أو الكتاب أو المبدعون أو في تقديري في كل الأزمنة كانوا قلة. يعني والنكات الناقد المبدع أيضا، الحريف الداهية، صاحب المراس والصنعة، هم أيضا يعني قلة. يعني فليسمحوا لنا. يعني أنا مش لم أزعم في أي يوم من الأيام أنه أن أنا ناقد، لكن لي بعض الاجتهادات والتأويلات النقدية، وبعض الكلام في النقد يؤخذ به ويرد عليه. أكيد أكيد جميعا. هوشنغ، وصلتني الكثير من الرسائل أنه الكثير من الأشخاص ما يقدرون يدخلون للغرفة. عندك استعداد ننقل للبث الفيسبوك؟ والله أنا ما بعرف يعني، فليعذروني. إجمالا أنا رح سجل يعني رح أنزل تسجيل على الفيسبوك مرة أخرى، وعلى قناتي على اليوتيوب. فأنا نكمل مش خبير احنا أنا مش خبير فيه. لايف على الفيسبوك، لأنه أنا لسه عندي أسئلة بدي أحكي معك فيها، ويا ريت بتمنى أنه
تقبل دعوتي إنه نحن ننقل اللايف على الفيسبوك لحتى الناس تشاركنا الرأي، ولحتى أنا محتاجة اسمع انت نزلي، يعني انت نزلي على الفيسبوك. إيه، أنا رح نزله على الفيسبوك هلأ، رح أدخل على الفيسبوك ونزله. تمام. إيه، ممتاز. انا بعدين بعمل شير. انا خايف ارتكب خطأ معين، يتعطل البث والمتابعين، ومشان لا لا، ما نربط، ما نخلق مأزق، محلي ومأزق. ما أزق، ما تقلق ما تقلق، أنا متعودة على هالقصص. مساء الخير أصدقائي جميعا على الفيسبوك، ليلتكم سعيدة. طبعا احنا بدأنا بجلستنا على غرفة الزوم، وانطلقنا هناك بالحديث مع الأديب الكردي هوشانغ أوسي، اللي دخل لنا ويشاركنا البث من بلجيكا. طبعا بدأنا الحديث عن أزمة التلقي، عن معضلة المعنى، عن تأويلات النقد التي تحمل النص ما ليس فيه مدحا، وأحيانا الضد التي تأتي تعسفية دون سند. تساءلت عن مأزق الكتابة، وتساءلت عن دور الناقد وعن من هو الناقد، فقط لنبين المشكلة التي يتعرض لها الأديب العربي في المرحلة الراهنة من غياب الناقد الذي يرى بعين الأدب أكثر مما يرى بعين القواعد المنتشرة عندنا وفقا للنظريات. طبعا أنتظر أريد صديق هوش أرجع أتكلم معك عن القارئ، دوره وأسلوبه في التلقي. يعني أنت صنفت القارئ ما بين القارئ المتمرس وما بين القارئ العادي. تلقي هذا النص عند القارئ المتمرس كيف يختلف عن تلقيه عند القارئ العادي؟ لماذا لدى القارئ العادي شغف أكبر بكثير من القارئ المتمرس بمعرفة طبيعة الكاتب، بتشخيص أو شخصنة أدب هذا الكاتب، وإسقاطه على الكاتب نفسه؟ يعني أنا كشاعرة هوشانغ دائما ألاحظ أنه تطرح علي أسئلة من نوعية: ما هي عقيدة الشاعرة؟ من نوعية بماذا تؤمن الشاعرة؟ من نوعية الشاعرة لماذا تشعر بالغربة؟ طب يا جماعة، النص بين يديكم، هل أستطيع هنا أن أعتمد كشاعرة على نظرية موت المؤلف فأترك للقارئ التأويل وأنسحب تماما من المشهد؟ فالقارئ إن كان ناقدا وإن كان قارئا له مطلق الحرية بالتلقي، أو أن أتدخل لمناقشة هذا القارئ أو هذا الناقد بما طرح عليه وبرؤيته التي طرحها بناء على ما طرح عليه. شوفي، الإجابة بنعم أو لا. نعم ولا. نعم، من حقك أنك تدخلي في نقاش مع القارئ، وهذا جائز يعني، لأنك تطرحين نصا حرك لدى القارئ أسئلة، وأنت معنية بالإجابة عن تلك الأسئلة. هي أسئلة النص كنص، كفنية، كمهارات الكتابة، وأسئلة الكاتب داخل النص، مستويين من الأسئلة. مثلا أحيانا كيف يعني أسئلة النص، كيف يعني كيف أسئلة النص؟ النص معين يكون عويصا على التجنيس، يعني يطرح أسئلة، يعني أسئلة مفادها: هل أصنف هذا النص خاطرة، أم قصيدة نثر، أم قصة قصيرة جدا مكتوبة بلغة شعرية، أو هذه الرواية كيف أصنفها؟ هل أصنفها رواية تاريخية، أم رواية واقعية، أم يعني فانتازيا؟ يعني هذه التساؤلات التي يخلقها النص لدى المتلقي، سواء كان قارئا عاديا أو قارئا محترفا، الاحترافية يعني، اللي يمتهن الكتابة النقدية، لأنه النقد أيضا يعني النقد هو أيضا قراءة. هذه هي أسئلة النص. أسئلة النص اللي تثيرها يعني
الرواية أو القصيدة لدى القارئ. فأسئلة الكاتب أيضا موجودة ضمن النص، أسئلة الكاتب أيضا موجودة ضمن النص، ويعني هنالك تفاعل مع هذه الأسئلة، يعاد طرحها على الكاتب أو الكاتبة عن طريق القارئ. وطبيعي الكاتب أن يدخل في حوار مباشر مع المتلقي مع القارئ، وحوار غير مباشر عبر نصه مع المتلقي والقارئ. هذا من طباع الأمور. وعملية التواصل أحيانا تعاني بشكل أو بآخر من مآزق، من سوء فهم أو عسر فهم أو فهم مغلوط أو فهم. هنالك نوع من الكتاب يتجنبون، يعني يوجعوا راسهم ويفهموا القارئ، فليفهم القارئ كما يشاء. وأحيانا هنالك كتاب بيقولوا لا، خلينا يعني نفهم هذا القارئ، يعني مش مقصد الكاتب على الأقل الفهم المغلوط. يعني قد يفهم القارئ أنه هذا النص يحرض على القتل أو يحرض على يعني ما يتجنى على الحريات العامة والحريات الشخصية. هذا ربما يكون تفسيرا. من الواجب على الكاتب وقت ذاك التدخل لحل ما أنت أسميتيه معضلة المعنى أو أزمة المعنى أو مأزق التلقي، اللي يفرز بشكل أو بآخر فهما أحيانا، مش دائما، أحيانا فهما مغلوطا أو يعني في منحى آخر. هنا في تقديري يفترض بالكاتب للتدخل، إن لم يكن من أجل التصويب فعلى الأقل من أجل تخفيف حمولة وشحنة سوء الفهم، لأنه سوء الفهم بالضرورة سيؤدي إلى يعني إساءة إلى المعنى بشكل أو بآخر. وأحيانا هنالك نوع من الكتاب يتدخلون في كل كثيرة، يعني حتى ولو كان يعني في نوع من السطوة أو التسلط على فهم ومستوى تلقي القارئ. هذا بإمكاني أن أصف التطرف يمينا ويسارا والاعتدال. في تقديري أنا أميل إلى الاعتدال، أنه الكاتب من حقه أو ربما من الواجب عليه التدخل عندما يكون هنالك سوء فهم من دون تعمد، أو سوء فهم أحيانا بتعمد بغرض الإساءة للنص أو تحوير النص. هنا أنا أميل إلى مسألة التدخل بطريقة تساهم في إغناء العملية التواصلية ما بين الكاتب والقارئ. لا أعلم إن كانت يعني وصلت الإجابة ولا لا. أكيد وصلت جدا. أنا ليش عم بحكي هذا الحكي؟ يعني أنا مؤخرا مثل ما بتعرف بعد ما طلعنا من المعرض كمية كتب كثيرة طلعت معنا، كمية قراءات كثيرة صارت. لما اجي لمجموع الروايات يلي حصلت عليها من معرض القاهرة الدولي للكتاب، فوجئت طبعا انه شباب كثير مقبلين على المعرض، شباب كثير مقبلين على قراءة الرواية. انا هون بدي انتقل فيك لموضوع تاني عن أزمة التلقي، انه شبابنا العربي اصبحوا هون عم يسلقوا معلوماتهم التاريخية كلياتها من الروايات، مو من كتب التاريخ ولا من الأبحاث بعلم الاجتماع أو بالفلسفة. بناء عليه الرواية شو ما عم يجي فيها من معلومات صح كانت أو غلط هن ما بيدوروا وراها. على سبيل المثال كان في رواية من الروايات اللي قرأتها الشهر الماضي بتحكي عن وضع طائفة معينة بدولة معينة، طبعا شيء بعيد جدا عن روايتك. هيدي الطائفة يفترض أنه هي طائفة عم تحكم هي الدولة،
بنفس الوقت الشخص يلي انقلب على الدولة عم بيطالع الطائفة بحال مظلومية. طيب على مدار 40 سنة البشر كلياتهم عارفين، اللي عايشين بالبلد واللي عايشين برا البلد، انه هي الطائفة بعيدة جدا عن انه تكون طائفة مظلومة بداخل هذا البلد. كيف بدي انا كمتلقي بيعرف حقيقة الوضع بهذا البلد اني اقبل هيك رواية تنزل السوق؟ ومو بس تنزل السوق، لا، الناس كلياتها تبتدي تشوف جو هي الدولة بمنظور آخر بعيد عن الحقيقة، وتعتمده كأنه هو الحقيقة، بتصير تحكي فيه على أنه هو الحقيقة. قارئنا الغير متمرس، يعني أنا عم حدد هون أنه القارئ غير المتمرس ما في يفرز ما بين الخيال يلي عم يتخيله الكاتب ويكتبه وما بين الواقع والحقيقة، فبيصير يصنف بناء على هالأساس. بالمقابل كان في رواية تانية أنا قريتها، رغم انه هي رواية بكل ما فيها مجرد خيال، لكنها قدرت انها توصلني لفلسفة معينة بالطبقات تبع الأدباء، لأنه الأدباء صاروا بالمجتمع العربي طبقات كمان وفئات، وكل فئة لها مشجعينها ولها الألتراس تبعونا. طب هدول كيف بدنا نتعامل معهم؟ كيف بدنا نتعامل مع ألتراس الكاتب يلي بيدافعوا عن الكاتب بجنون حتى ولو كان اللي كاتبه غلط؟ وكيف بدنا نتعامل مع كاتب عم بيحط خشب يبني فيه سفينة تزييف التاريخ بطريقة مو طبيعية عم تنتشر بالمرحلة الراهنة تحديدا، مع خروج عدد كبير من العرب إلى الدول الأوروبية. فتحت مسمى حرية التعبير أنا صار فيني أكتب أي شيء وأحكي أي شيء. الحقيقة بتضلها هون مجهولة بالنسبة لبقية العرب. أنا عم بحكي مع هوشنغ أوسي عن المعضلة العربية بالأمر. ليش؟ لأنه كثير ناس بتعتقد أنه هوشنغ بحكم أنه كردي فلا بد أن يكون متحدث باسم القضية الكردية، وأنا ماني شايفة هذا الشيء. هوشنغ ما بيحكي باسم القضية الكردية، هوشنغ بيحكي باسم إنسانيته. بعتقد أنه هذا هو نموذج الكاتب اللي نحن محتاجين له، أنه نحن نحكي بإنسانيتنا ونخرج بالأدباء من التصنيفات. برأيك كيف بدنا نطالع الأدباء من التصنيفات قبل ما نرجع لمعضلة النقد يلي طول الوقت هو يلي عم بيصنف؟ تفضل. شو فيك، ما فيك تطالعي الكاتب من التصنيفات. هذه التصنيفات كانت موجودة وستبقى موجودة، لكن بإمكانك أن تحددي لك، أو أي كاتب بإمكانه أن يحدد لنفسه المكان. يعني أمامك طيف واسع من التصنيفات، أنت تحددين لنفسك. يعني ما في كاتب خارج التصنيف، لا، لكل كاتب تصنيف، لكل كاتب تصنيف. ما في خارج. يعني مقصدي بالتصنيف أنه النص بيوضح والمواقف بتوضح هذا البني آدم على أي درجة متصالح مع نفسه. ربما لا يكون، ما في واحد معنا يعني متصالح مع الحياة 100%. كل ما هو موجود في الحياة نقبله ولا كل ما هو موجود في الحياة نرفضه ولا. الكاتب وطبقات الكتاب. كتبت في إحدى المرات مقال في هذا الخصوص، وصدر في مطبوعة تونسية، طبقات شيء من هذا القبيل. هذا موجود قديما وحديثا وسيبقى موجود. لا يمكن أن نلغي التصنيف الطبقي، يعني وفق المنطق اليساري الماركسي، أو يعني نلغي التصنيف القومي والتفاوت بين البشر وكذا، حتى التفاوت في بين الوعي. يعني الحياة على مستوى الكتابة هي محاولة. نحن نحاول أن ننأى بأنفسنا عن ما يؤذي الحياة ويؤذينا ويؤذي الآخرين. نحاول قدر استطاعتنا ممارسة حريتنا في الحد المعقول، أو في الحد الذي يدعم تصالحنا أو اندماجنا مع هذا الحياة، بحكم أو نحاول أن نكون قيمة مضافة لهذه الحياة، قيمة مضافة للكتابة عبر الأسئلة، عبر محاولات الإجابة، عبر كل هذه الشبكة المعقدة من المحاولات التي نسميها الحياة، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى العام.
مسألة يعني شيعة الكاتب أو الألتراس أو الموالين أو المريدين اللي تماما. يأخذون الكاتب بوصفه شيخ طريقة إبداع، يعني بهالمنطق الصوفي أو الذي يرفض المساس بهذا الكاتب على أنه مقدس أو أنه كذا. والمسألة هذا الموضوع كمان له جذوره القديمة، سيكون موجود. وأنا شخصيا يعني يعني ليس هاجسي انه ان الغي هذا لانه مستحيل، ما فيني يعني، لا انت ولا انا ولا 10 مثلنا يلغي هذه الظاهره المتفشيه هلا الشلاليه بمعناها الإيجابي، بمعناها المنتج والمساهم والداعم واللي بيفتح أفق للإنتاج وتبادل الخبرات والمعارف. هذا شيء إيجابي مرحب به. أما فيما يتعلق بالتحريض على العنف اللفظي أو الرفض للنقد أو إثارة الأسئلة حول تجربة معينة، هذا اللي بنحطه تحت قوسين، بين قوسين، ويعني نضع خطا تحته، انه ان انأى بنفسي عن هكذا منطق او هكذا سلوك. يعني حتى اي كاتب مهما كان مشهورا وضليعا ومتمكنا ومحققا، يفترض به ان لا ينزلق به الحال والمقام إلى تشكيل هذه الشلالية أو الأتباع أو الأشياع من حوله، لأنهم يعني في هذا الحب المتطرف للكاتب، هذا الحب اللي يتجنى على الكاتب، اللي يؤذي الكاتب. يعني هنالك نوع من الحب بالقارئ أو الناقد، حب مؤذي، يعني لا يساعد تجربة الكاتب لا يخصبها، لا يعني تكون العين الراصدة أو الداعمة أو الناقدة أو المتابعة لأداء الكاتب في سلوكيات الكاتب، في داخل نصه خارج نصه. يعني نحن مش معنيين بالحياة الخاصة، لكن الحياة العامة للكاتب. القارئ أو المتابع، شوفي القراءة فعل انتقائي لكل منا. كتابنا المعينين الذين نقرأ لهم، يعني كتاب محددين، انت ما فيك تقري لكل العرب او لكل الاكراد او لكل المصريين او لكل العراقيين، ما فيك. في نوع معين او كتاب معينين ممكن ان يضاف اليهم اسماء جديده تقري لهم. القارئ أو الكاتب بوصفه قارئا أو القارئ بوصفه قارئا أيضا، عندما يكون مواليا أو تابعا أو يقبل لنفسه أن يكون تابعا أو مواليا أعمى لقارئ، فهذا يعني ما فيك تناقشيه. يعني هي التبعية، هذا الحب الأعمى، هذا يؤذي القارئ ويؤذي الكاتب ويؤذي الوسط الثقافي. ونحن نرى يعني ما تشهده مواقع السوشيال ميديا من تراشقات كذا لتجارب في هذا الخصوص. يعني عندما حاولت أن أحرك بعض الأسئلة، أن أتحدث عن موضوع الاختلاسات الأدبية، يعني رأيت ما رأيت من نقاد ومن كتاب ومن حشود يعني استهدفتني على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام. يعني وهذا ظهر يعني حتى في النشاط الأخير، يعني في نادي صناع الحرف اللي استضافوني. يعني البعض حاولوا أنه يشوشوا على هي المقابلة. في ورشة الزيتون في القاهرة اللي حضرتك حضرتها كمان حاول البعض أنه يشوش. طيب لماذا يعني؟ يعني نترك المجال أمام الأفكار، أمام الأسئلة، والمعنيون بهذه الأسئلة قراء وكتابا يردوا بالسند، بالبرهان، بالبينة، بالحجة، بالقرينة التي يعني يتوفر فيها الحد المعقول من اللباقة ومن المنطق ومن أصول وأعراف المحاججة. هذا موجود، أنت ما فيك تلغي. لكن
هكذا النوع من السجالات يزيل المساحيق ويقيس منسوب العمق لدى البشر سواء كانوا كتابا أو قراء. يعني شخص لنفترض هوشانغ في تعامله معك يكون دمث ودود محترم، ولكن عندما تقربين نصه بأسئلة معينة تكون معززة وتستند على أرضية صلبة بمعطيات موجودة لديك، ترين أن الماسك يعني سقط وظهر ذلك التوحش أو الغلو في الدفاع عن النفس أو في يعني انتقاد النصوص في تقديري أحيانا يحدث لبس أنه على أنه هو انتقاد للنفوس. طبعا إذا كان هذا الانتقاد مستندا على قدر من الوعي ومن الأدلة ومن البراهين، فيعني هنالك محاولة فصل ما بين النص والنفس يعني. لكن البعض يدغم هذه المسألة ويلغي النص وينصب النفس أنه على أساس أنه هذا الكاتب مستهدف. هذه المعضلة كانت وستبقى، وشيعة الكتاب موجودين، يعني كتاب إسلاميين، كتاب يساريين، كتاب ليبراليين، كتاب قوميين. أنت ذكرتي فكرة ومسألة هوشانغ. لست ناطقا باسم قضية الكردية، لكن أنا أدافع عن القضية الكردية حين يقتضي الأمر، عندما المقام يتطلب أو يفرض علي مسألة الدفاع عن القضية الكردية بوصفي كرديا وبوصف الأكراد مصلوبين، تماما مثل دفاعي عن القضية العراقية وأنا أجد نفسي عراقيا عندما يقتضي موضوع الأمر بوصف القضية العراقية قضية إنسانية وقضية يعني المأساة والمشاكل. فأنا عراقي بالجرح الإنساني الذي يجمعنا مع العراقيين، وأنا سوري هوية وانتماء، ولأنه المأساة السورية ينبغي أن تحرك الضمير الإنساني يعني أيا كان. أنا فلسطيني وكتبت هذا عندما كنت في فلسطين، وأنا أدافع عن القضية الفلسطينية كفلسطيني، لكني يعني ضمن الرواية وخارج الرواية. نفس الموضوع، التفاعل مع هموم ومشاغل ومشاكل الإنسان المصري، تفاعلت يعني على المستوى النقدي، على مستوى هذا من طباع الأمور، أو هكذا أجد نفسي في وحتى على المستوى الروائي. هوشنج معلش، خليني أخذ هي النقطة وأسأل فيها. لماذا يؤخذ علينا حينما نتعامل بإنسانيتنا كأدباء بعدم انتمائنا لهذا المجتمع؟ يعني على سبيل المثال أيام الثورة المصرية أنا كنت موجودة في ميدان التحرير في ثورة 25 يناير. السؤال الذي طرح علي على مدار الثورة: ما الذي تفعلينه هنا؟ أنت لست مصرية. حين أتحدث بعد الثورة عن تجربتي خلال أيام الثورة يقال لي مباشرة: وما شأنك أنت لست مصرية. يتناسون أني كنت في الميدان، يتناسون أني أعيش مع هذا المجتمع منذ أكثر من 14 عاما. دائما يقال: أنت غريبة، أنت غريبة، حينما توجه الأنظار نحو الإيجابي أو السلبي في المجتمع. نفس المنطق لما أتكلم عن سوريا: طب أنت شو بتعرفي عن سوريا؟ يا جماعة أنا عشت بسوريا 13 سنة، مو يوم ويومين. يعني أنا بعرف سوريا كتير منيح، بعرف تصنيفات الشعب، بعرف شو بياكلوا، شو بيلبسوا، شو بيشربوا، شو بيحبوا، شو بيكرهوا، كيف عم يتعاملوا مع حياتهم اليومية. أنا متابعة للشأن السوري، ماني بعيدة عنه. طب العراقيين، أنت ما عشتي بالعراق لحتى تحكي عن العراق، بس أنا أصلي عراقي، أنا مهمومتي الأساسية هو الإنسان. ليش ما يكونوا الأدباء على هالمستوى من الوعي بحيث أنهم يكونوا ممثلين حقيقيين لإنسانيتنا؟ لأنه الأدب هو جسرنا للتواصل مع الآخر. اسمحي لي أنا أختلف معك شوي. أنا لا أطرح أنه ليش الناس يكونوا مثل هوشانغ أو يكونوا مثل نداء. لا، يعني الواحد يحاول أنه يكون منتمي
ولكل البيئات، والكاتب والفنان صحيح ابن بيئته لكن ابن كل البيئات. يعني الطير عندما يهاجر يمكن أن يعيش في بيئة معينة وبيئته ويعود إلى بيئته، حركة التنقل ما بين البيئات يعني موجودة في عالم الطيور وموجودة في عالم البشر. أنا ما فيني أقول إنه لا أقول إنه أنا على حق والآخرون على باطل، لا، أنا أقول إنه أنا هكذا، ويعني ونداء هكذا، هويتها مركبة، فيها العراقي والسوري والمصري والهولندي والروسي، وممكن أن هذه الهوية تكون منفتحة في السنوات القادمة على إضافات أخرى. الهويات المتنوعة هي الهويات المرنة، هي الهويات اللي يعني غير قابلة للكسر، السريعة التفاعل مع الأمكنة، هي الهويات المركبة. هويتي أزعم أنه من هذا الصنف من الهويات المركبة. فدفاعي عن الفلسطيني أحيانا ألام عليه من قبل بعض الأكراد، دفاعي عن السوريين ألام عليه من قبل الأكراد، وأنا أتفهم مستويات اللوم أنه هو بشكل أو بآخر يعني من شو ناجم. فطبيعي بعض المصريين عندما يعتبرون الموضوع أنه هذا تدخلا في شأنهم عندما تتفاعلين مع ثورة يناير أو كذا. في مصر في إحدى المقابلات أنا لاحظت أنه المقدم يعني أو الإعلام المصري صار يطعن في ثورة 25 يناير. أنا رفضت انه يعني ثوره 25 يناير في تقديري اهم حتى من انقلاب عبد الناصر على الملك فاروق اللي يسموها ثوره يوليو. يعني اهم، هذا رايي الشخصي. يعني ما صحيح اتت بالاسلاميين، لكن المجتمع المصري من استطاع ازاحه مبارك استطاع إزاحة الإخوان أيضا. يعني لا، لأنه هذه الثورة أتت بالإسلاميين لسلطة، هذا لا يشرعن ولا يشفع لنا الطعن في هذه الثورة. إذا نحن بنطعن في ثورة 25 يناير هذا يعني أنه نطعن بكل الملايين اللي خرجوا في تلك الثورة، وهم مصريون وهم بشر وهم حيوات وهم ذوات وهم يعني أنوات ومصريون أقحاح بيحبوا هاي البلد وشربوا من النيل. أنا هذا الرفض قلته في المقابلة وهي مسجلة. لا يمكن أن يأتي شخص ويقول لي لا، لماذا تقول هذا الكلام، أنت لست مصريا. لا، أنا مصري، أنا مصري في الحيز الذي يعني تخولني إنسانيتي أن أكون مصري وأن أكون كردي وأن أكون يعني أدافع عن المظلومين كائنا من يعني مكان وجودهم، يعني بصرف النظر أدافع عن المظلوم حتى في التاريخ. واحد مظلوم، يعني روايتي الأفغاني سماوات قلقة كتبتها عن تلك الفرقة أو في جزء منها، الجزء التاريخي، فرقة الخوارج أو ما سموا بالخوارج، أنه السردية السنية والسردية الشيعية مختلفة وعلى طرفين النقيض في الكثير من القضايا، لكن تتفق على ذم هؤلاء الضحايا اللي قتلوا في معركة النهروان. أنا أتيت بحدث معركة النهروان وزرعت فيها شخص وهمي لكي يعيد قراءة الحدث بلسان الضحايا. نحن ما سمعنا الضحايا شو بيقولوا عن ذلك الحدث، وبالتالي أنا متضامن مع الضحايا حتى ولو كانوا وين، يعني في السبي البابلي بدك، في المشاكل الطائفية اللي صارت في سوريا أو في العراق، وين ما كان أنا مع الضحايا اللي حتى اللي قتلهم الأكراد، يعني الضحايا الأكراد اللي راحوا بأيدي الأحزاب الكردية. الضحية في تقديري المظلوم صاحب المظلومية الحقيقية عبر التاريخ، أنا أميل إليه. يعني لا يمكنني رفع الظلم عنه، لكني لا يمكنني السكوت أمام هذا الظلم كمان. يعني فتفاعل أنا هيك، فما بطلب من الناس أقول إنه طيب هذا هو الأدب وينبغي لكل الأدباء إنه يكونوا هيك. النزعة الإنسانية والنفس الإنساني
في الشعر لماذا نحب قصائد ناظم حكمت؟ لأنها قصائد إنسانية. لماذا نحب يعني القصائد أو قصائد مظفر النواب المحكية باللهجة العراقية؟ لأنه تحاكي فطرة الإنسان العراقي وبراءته بعيدا عن الصفافات السياسية والطائفية والدينية وكل هالقصص. يعني الوجه الحقيقي، الهوية الحقيقية هي تلك القصائد اللي كنت بسمعها من أبو عادل وهو يقرأها يعني في دمشق. وأنا التقيت في يعني بالراحل مرتين ثلاثة، وحكينا في قضايا أدبية والقصص عندما في بداياتي ما يتعلق بموضوع الكتابة. مسألة التأطير، يعني أنا ما فيني أطر نفسي في سياق الناس يؤطروننا أو يؤطرونك أو يؤطروني، هذا شأنهم. أنا بإمكاني أقول أنا يعني مش هيك أو هيك، لكن خارج التصنيف لكل واحد تصنيف معين. يعني أنا موجود طيف واسع من التصنيفات، لربما يعني أكون قريبا من تصنيف معين، لكن لا يمكنني أن أقول أنه أنا خارج أكتب أدبا استثنائيا، أو أنا كاتب استثنائي، أو كاتب خارج السرب أو خارج التصنيف من هالقصص اللي بيقولوها النقاد. يعني أحيانا بتشوفي ناقد يكتب نصا نقديا عن نص، بيقول عنه نص مائز وماتع وفارق وكذا، نفس الكلام بيقول عن النص الثاني، نفس الكلام بيقول عن النص الثالث، وكانوا في كليشة معينة فبيقول عن كل. طيب طالما هنالك هذا الكم المهول من النصوص المميزة والماتعة والمائزة، وكم هائل من هؤلاء الكتاب المميزين الممتعين، فلماذا سؤال اللازمة؟ يعني إذا نحن في خير وبحبوحة من الإبداع ومن النقد، فلماذا إذا كل هذه الشكوى من الواقع الحالي؟ في تقديري يعني أنا أحترم الأساتذة، لكن لست ملزما على عبادتهم. يعني أحترمهم وملزم يعني فقط. أحترم الشعراء الكبار الذين تأثرت بهم وهم أساتذتي. أساتذتي في هذه الحياة كثر: النساء، الأوطان، الجهل أستاذي يعلمني. يعني في كل فترة وفترة هيك بحس حالي أنه جاهل في قضية معينة فبيعلمني. الشعر أستاذي، الرواية أستاذي، أساتذتي. ندخل هذه الحياة ونحن نتعلم ونخرج منها ونحن نتعلم دائما. نحن يعني تلاميذ، فما فيني يعني حط يعني لا تشوفيني هيك أحيانا بنظر وكذا. أنا بطرح مجموعة أفكار ممكن يعني تكون صائبة وممكن تكون خاطئة، والطرف الآخر كفيل بأن يؤكد لي خطأ هذه الفكرة بما لديه من دليل وبرهان وحجة وانتهى الأمر. تماما. لسه عندك شيء بدك تقوله هوشان؟ لا، أنا أكتفي بهذا يعني في الإجابة على التساؤل. أنت قلتي إنه حاضر الشعر، أنا حضرت قصيدة يعني. نحن بدنا نسمع القصيدة، أنا لهيك عم أقول لك. في أحد الأصدقاء حسين جويد، الدكتور حسين، يا مرحبا بك. نحن مع النزعة الإنسانية، ومنا من يجرؤ على أن يكون في عرض نزاعاته التي فطر عليها، لكن أن يكون المرء مع أي ضحية كانت، هذا خلاف الفطرة. فمن غير الممكن أن يجتمع حبنا لمن يدافع عن وطنه وشعبه مع حب من يريد عامدا قاصدا الإضرار بالوطن والإنسان كداعش مثلا. هل يجوز لنا عقلا أن نصطف إلى جانب داعش باعتبارهم ضحايا تم قتلهم من قبل الجنود العراقيين؟ شكرا دكتور حسين على مداخلتك. تفضل هوشانغ بس سريعا. يعني هم ضحايا الجهل، هم ضحايا التطرف، هم يعني ليسوا الذين يقتلون ويحملون السلاح ضد العراقيين وضد السوريين. هنالك داعش أخرى، يعني الجماعات الشيعية المتطرفة المدججة بنفس الوعي
اللي يرفض وعي سلفية داعش، هنالك سلفية شيعية أيضا على الضفة الأخرى. هؤلاء الذين يتعاملون بجهل مع التنوع في الأديان وفي المذاهب هم ضحايا. أنا لا أتضامن معهم بالوقوف معهم، أنا أتضامن معهم بالوقوف ضدهم، وسندي في ذلك قول النبي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فيعني كيف أنصره ظالما؟ بالأخذ عن يده، وضحية الناس آخرين، فقهاء ظلام على حد تعبير سليم بركات، فقهاء استبداد، فقهاء تطرف، فقهاء جهل، موجودين على الضفتين. يعني الضفة يعني داعش السنية بين قوسين، هنالك ما يماثلها داعش الشيعية. ويعني في كل أماكن التطرف والإيديولوجيات والعقائد المتطرفة دائما إن بحثنا سنجد داعش. حلو، يلا قصيدة. طيب، نحن في شهر آذار، وشهر آذار بالنسبة للأكراد وربما لشعوب أخرى كمان فيه الكثير من الآلام والمشاكل والكوارث والخيبات وهو عيد النوروز، يعني شهر العيد القومي أو رأس السنة الكردية والفارسية. نعم. له دلالات عدة. آذار أنا عندي أنسنة الأزمنة يعني أو أنسنة الشهور، عندي مجموعة نصوص كتبتها على أنه الآن يعني شهر من الأشهر يقف ويتكلم، تحدث عن نفسه وعن تجربته. فهي القصيدة بعنوان آذار يتكلم. الريح التي صادفتني صباح اليوم كادت أن تودي بي، دفعتني نحو سيارة مجنونة تقودها امرأة عارية، ريح دمثة وعطرة أقنعتني بارتكاب جريمة قتل كاهن يود هدم بار قديم لا أعلم من بناه في رأسي، بار ترتاده شاعرات يخلفن مواعيدهن مع القصائد ولا يخلفنها مع عشاقهن، كاهن يرتدي وجه نيتشه سأقتله لا محالة. تلك الريح لم تكن سوى شاعرة صادفتها وهي تصعد المنصة لتقرأ قصائدها للمصارعين حين كان رأسي مسرحا رومانيا قبل 3000 سنة. قريبا سيحال قلبي إلى التقاعد المبكر، ما عاد ينفع في شيء. عمل حلبة لمصارعة الثيران ل1000 عام، عمل سفينة مليئة بالنساء والقراصنة والكنوز أودت بها عاصفة في بحر الشمال، عمل قطارا سريعا بين بروكسل وباريس لمدة سنة، قطار مكتظ بالنساء انحرف عن سكته فوق جسر واصل بين جبلين، عمل طائرة لنقل الركاب ليوم واحد فقط، طائرة تحطمت في عرض الصحراء لم ينجو منها سوى 7 نساء. سيحال قلبي إلى التقاعد المبكر، سيكون لديه الوقت الكافي لكتابة مذكراته والعودة إلى هواياته في السفر على متن البواخر، الطائرات والقطارات. يكاتب عشيقاته ويعيد سرد الذكريات الحقيقية والوهمية. قلبي الذي لم يعد ينفع في شيء حتى في كتابة القصائد. قفي أيتها الغيمة، ما زال آذار يتكلم. قفي أيتها الغيمة، لدي ما أقوله لك.
أثناء مروري في بلاد الكرد استقبلتني عاصفة حمراء ترتدي معطفا أسود من معاطف ديسمبر، صافحتني بحرارة، عانقتني كأنها تعرفني ولم تلتقي بي منذ دهر، كلمتني بلغة غريبة فهمتها، سألتني: لماذا أنت مسكون بشياطين لا حصر لهم؟ قالت: امنحني نوروزك أحررك ما أنت فيه. نهضت، أدرت ظهري للعاصفة، ما عدت أعرف من أين أتتني كل تلك الطعنات المسمومة. الصيف أنهكه الرقص في قصائد شعراء ألمان. أثناء مروري في بافاريا دعتني غابة كستناء إلى حفل عيد ميلادها. الصيف أنهكه الرقص في قصائد شعراء ألمان. أثناء مروري في بافاريا دعتني غابة كستناء إلى حفل عيد ميلادها. صادفت كثيرين هناك: كافكا وبيسوا يتجادلان، سارتر وكامي يختلسان نظرات شهوانية إلى حسناء اسكندنافية، نصف صدرها عار ونصف ظهرها أيضا، نصف نظراتها عارية ونصف أفكارها أيضا. فريدا كالو ترقص الفلامينكو ونظراتها إلي، أنا الجالس وحيدا إلى طاولة يتيمة، أمامي كأس نبيذ، أحاول لف سيجارة ماريجوانا، نظرات فريدا تدعوني للانتحار معا في حافلة تنحرف بجنون عن طريق جبلية وعرة وتسقط في الوادي. أيها البحر الكتوم أعرني بعد قلقك، أيها البحر الكتوم أعرني بعد قلقك، أكمل به لوحتي التي بدأت رسمها في دمشق منذ 1000 عام. أيها الجبل الكردي المغدور أعرني تأملك أنازل به اليأس والندم، سأرده لك أضعافا. أيتها الغابة الأرمنية البكر أعيريني حزنك أقامر به إحانة السماء، سأرده لك أضعافا. أيها الموت العزيز أعرني صبرك، أتفاوض به مع الحياة التي تهددني وتتوعدني بالثأر، تتهمني أنني أعيش أكثر مما ينبغي وأموت أكثر مما ينبغي، أكتب الشعر، أتحرش بالنساء أكثر مما ينبغي، لكن هكذا خلقني ربي، آذارا شغوفا بقراءة المذكرات ورافضا كتابتها. هذا هو آذار. يا لك من آذارا شغوفا بقراءة المذكرات ورافضا كتابتها. أعرني صبرك، سأرده لك أضعافا. أنا مثلك، أنا مثلك لا أنقض عهدي، وأنت مثلي دائم التهرب من قطع الوعود. أنا مثلك لا أنقض عهدي، وأنت مثلي دائم التهرب من قطع الوعود للنساء والقصائد. أيها الموت العزيز. هاي القصيدة كتبتها في حزيران 2021، يعني مر عليها شيء أكثر من سنة ونص. حلو، حلو كتير، حلو كتير. بدي أشوف مين من الأصدقاء لحق ينضم إلنا هون، واللي إذا في حدا منهم بده يحكي. الأستاذ عبد الله كان من شوي تارك لك تعليق إنه هو بيتفق معك على فكرة إنه نحن بنعتبر حتى الدواعش ضحايا للأنظمة اللي خلقت هذا الجهل عندهم وخلتهم ينضموا إلى هذا المسار. أستاذنا خالد خضير الصالحي، عندك أي مداخلة؟
نعم. تمام. نعم، السلام عليكم ثانية. كلام. الحقيقة يعني الموضوع الجلسة تشعب إلى العديد من الاهتمامات التي لا يمكن الإحاطة بها يعني مجتمعة، ولكنني يعني بحكم الاختصاص يعني ركزت على مفهوم يعني معضلة التلقي. كان هو يعني موضوع الذي بدأت به الجلسة. أنا أعتقد أنه معضلة التلقي هو يعيدنا إلى مفهوم التلقي. يعني والتلقي معروف أنه آلية نقدية، هي آلية الاستجابة والتلقي، ولها منظروها المعروفون، وهي قضية تخص المتلقي ولا تخص الكاتب. يعني أنا وجدت أن يعني الأستاذ المحاضر هوشينغ أوس، هوشنغ نعم، هو مش ألقى بتبعتها على الكاتب. الكاتب هو تنقطع صلته بالنص حالما يفرغ من كتابته. تبدأ المعضلة اللي هو سماها معضلة، واللي هي قضية التلقي، قضية تخص هنا، قضية تخص المتلقي وليس الكاتب. وأعتقد يعني لو يعني هي تعاد إلى قضية تأويل النصوص يمكن أكثر مما هي قضية يعني تلقي. كون الثقافة العربية الإسلامية هي ثقافة نصية تستمد يقيناتها من النصوص أكثر من الواقع حقيقة. يعني المعضلة التاريخية الآن الثقافة العربية أنها تستمد يعني يقينياتها ليس من الواقع المعيشي، إنما من النصوص المدونة. وكما قلت أنه هي قضية تخص المتلقي، و يعني أنا يختص بها. القضية الأخرى وهي ما أثبته الدكتورة نداء عادل، ربما يعني يعني أعتقد بدقة أكبر أثبته معضلة المعنى، وهو تعبير ربما أدق، ولكنه أركز أنه هو معضلة التأويل وليس معضلة المعنى. يعني التأويل ربما أكثر اتساعا من المعنى. القضية الأخرى التي قالتها الدكتور نداء أنه اعتبرت النقد هو يعني تبيانا للحسنات والسيئات. أعتقد يعني النقد الآن غادر هذه القضية. الآن صار النقد مهتم بتوصيف التجربة واكتشاف أيضا المسكوت عنه في النص الذي يخضع للمعاينة النقدية. القضية الملاحظة الأخرى يعني اللي ذكرها الأستاذ المحاضر أنه النقد تحكمه الكياسة والمعرفة، مواصفات عديدة ذكرها. أنا أعتقد أن النقد لا تحكمه مثل هذه يعني الاعتبارات، إنما الذي يحكمه هو المنهجيات التي تجعل نصا ما يعني نصا نقديا وليس نصا إبداعيا. القضية الأخرى اللي يعني يعني الأخيرة اللي حبيت يعني أتناولها، أنه التأويل هو حقيقة محكوم باعتبارات أهمها أنه القرائن النصية، وجود قرينة نصية، وهو ما يسميه الدكتور سعيد بن قراد السيموزيس. أنا أسميه يعني درجة الإشباع التأويلي، وهي التي يقف فيها النص الآن عن يعني إمكانية التأويل، أنه وصل حد الإشباع التأويلي. هذه طبعا
حتى خاصة في النصوص الدينية يتم تأويلها بطريقة يعني منفلتة حقيقة، ويجب أن تكون محكومة بالقرائن النصية وبدرجة الإشباع النصي. ويعني أنا أذكر كتابا مهما الحقيقة قرأته قبل سنوات، هو كتاب القراءات المتصارعة لبول أرمسترونغ. هو يبحث هذه القضية بشكل ممتاز. وشكرا لكم، وآسف على الإطالة. شكرا لكم جميعا. شكرا أستاذ خالد. هوشنج، عندك كلمة تريد تجاوب بها؟ يا ريت يا ريت. شكرا كثير للأستاذ. أنا لا أجد نفسي بعيدا عن ما طرحه. أولا الندوة يعني كمدخل أو كعنوان بدأ في الموضوع الخوض في مأزق أو محنة التلقي، ودخلنا في قضايا أخرى لها علاقة بالنقد، لها علاقة بالثقافة. يعني الأمسية أو الندوة مش كانت محصورة في محور أو منحى معين أو محدد ومضبوطا يعني لا، إنه احتمالات التعريج على مواضيع أخرى وأفكار ومسائل أخرى واردة. يعني هذا من جهة. من جهة أخرى طبعا مسألة أنه علاقة الكاتب تنتهي بنصه عندما يصدر ويتحول إلى كتاب ويصبح في متناول القراء والنقاد والإعلام وكذا. رأي وجهة نظر، لكن أنا أميل إلى تلك وجهة النظر وأتبناها كمان، أنه لا، علاقة الكاتب لا تنقطع. يعني علاقة الكاتب مع كتابه لا تنقطع في حياته وفي موته. حتى بعد موته أيضا تبقى هنالك يعني تلك العلاقة الخفية والقوية ما بين الكاتب. كلما يعني قرأنا هذا الكتاب نستحضر الكاتب بأفكاره، بتجربته، بميوله، سواء يعني أثناء القراءة العادية أو ضمن الدراسات والبحوث النقدية وما إلى ذلك. وبالتالي تبقى تلك الآصرة بين الكاتب ونصه قوية ووطيدة، سواء على حياة الكاتب أو حتى بعد مغادرته الحياة. أنا أجد نفسي أكثر ميلا إلى هذا التوجه من تلك الفكرة أو النظرية التي يعني تقول أنه هنالك انقطاع أو قطيعة أو صلة الكاتب تنقطع بنصه بعد صدوره يصبح في متناول الناس. في يعني هي الفكرة اللي كنت حابب هيك أعلق عليها. وما تبقى يعني أنا أشترك مع الأستاذ فيما طرحه، وأجدد شكري له على هذه الأفكار. تسمحي لي دكتورة هيك في نص دقيقة. هو نعم، تبقى صلة الكاتب بكتابه وليس بنصه. هنالك فرق ما بين الكتاب وما بين النص. النص هو ملك القارئ، أما الكتاب فهو ملك الكاتب. يوجد فرق نوعي كبير. يعني موت المؤلف يقصدون بها أو به موت المؤلف يقصدون به انقطاع صلة الكاتب بنصه بعد وفاته، يعني بعد الانتهاء قصدي من كتابته، ويسمونه موت المؤلف. أما ككتاب بالتأكيد طبعا الكتاب هو ملك المؤلف. وشكرا. ممكن نداء تعليق بسيط؟ تفضل. يعني كمان شكرا أستاذ على هذا التوضيح. طبعا واضح أنه يعني الكتاب أيضا في ضمنه في كينونته النص يحتوي الكتاب ككتاب، يعني مش يعني كجسم مجرد. لكن دعنا الخوض، يعني ما نخوض في النص والكتاب والنص. أنه النقد ليس محصورا في نظرية معينة. يعني النص ليس
فقط نظرية موت الكاتب. لا، النقد مفتوح على الكثير من النظريات التي ربما تختلف مع مسألة موت الكاتب. يعني النقد ليس مثلا كله أو جله مثلا التفكيكية أو البنيوية أو النظريات النقدية فيما يتعلق أو فيما يتعلق يعني محاولة فهم أو شرح النص. لا، النقد متنوع، فلا يمكننا أن نقول أنه أس النقد أو أساسه أو رافعته الاستراتيجية النظرية الفلانية أو كذا. لا. شكرا. أستاذ ثابت موجود؟ لا، يبدو أنه ما موجود بالغرفة. من لدينا أيضا؟ أستاذنا عبد الله، تحب تتفضل تقدم أي مداخلة؟ مساء الخير جميعا. مساء النور. مساء الورد. أرحب بك دكتورة وأرحب بضيوفك أستاذ هوشنك ودكتور خالد. طبعا أمسية جميلة جدا، سلمت أناملكم، وإن شاء الله تستمرون بهذا المنحى. طبعا هناك تداخل في الآراء أعتقد، يعني من خلال هذه الجلسة بين دكتور خالد وأستاذ هوشنك، أنه هناك فعلا هناك كثير من النظريات النقدية أو المناهج النقدية الإنسان يستطيع أن يتحكم إليها من خلال دراستها وقراءته لنص ما. فعلا أتفق مع الدكتور خالد أنه هناك فرق بين الكتاب والنص. النص هو ملك القارئ، لأن القارئ هو من يقرأ النص، أما الكتاب فهو ملك المؤلف. ولكن من الذي يتحكم في القراءة، أو ما الذي يتحكم في القراءة؟ هذا هو السؤال الجذري الذي نستطيع أن نناقشه كثيرا جدا، وممكن أن نستفيد من تجربة الدكتور خالد. النص حسب ما قرأته من خلال نظريات النقدية الحديثة، أنه القارئ لديه بعد ثقافي أو أفق ثقافي، من خلال هذا الأفق يقرأ النص. وللنص أيضا أفق آخر، يعني أفق ثقافي آخر. وعند تداخل هذه الأفق، النص والقارئ، يتشكل نص جديد أو يخلق نص جديد، نص إبداعي. هل السؤال هو هل هناك نهاية لعملية التأويل في نص ما؟ هل هناك حد معين لتأويل نص ما؟ أعتقد أنه إذا لجأنا إلى هذه النظرية أنه لكل قارئ أفقه الثقافي، فلا نستطيع أن نضع حدا معينا لعملية التأويل أي نص كان، لأن مع اختلاف الأفق يختلف التأويل ويختلف مفهوم النص. ومن خلال هذه العملية أن النص يكون مفتوح دائما لأي قارئ الذي يقرأ النص. ولكن هناك اختلاف بسيط جدا نستطيع أن نلمسه من خلال القراءة، أنه إذا ارتفع أفق القارئ، أفق الثقافي للقارئ على أفق النص، ممكن أن يكون نص ساذج بالنسبة للقارئ. وإذا ارتفع أفق النص أمام أفق القارئ، ممكن أن يكون النص صعبا أو عويصا بالنسبة للقارئ، أو قد لا يفهم منه شيء، أو قد يجد صعوبة جدا في فك شفراته التي تؤدي إلى عملية الفهم.
هذا ما أردت أن أتدخل، وشكرا لاستماعكم إذا طولت. شكرا لك أستاذ عبد الله. أستاذ خالد، عندك إجابة؟ يعني أنا متفق مع الأستاذ عبد الله، يعني أنه هذا أفق التوقع هو يعني التفاوت ما بين يعني أفق القارئ وأفق الناس. يعني الناس فيه أفق توقع، من ينكسر أفق التوقع هنا تحدث يعني هو هذا فعل النص الحقيقة. هذا كله يعني متفق به. ولكن السيد المحاضر قال إن هذه القضية هي مشكلة تخص الكاتب. أنا يعني ما أؤكد عليه أنه هذه مشكلة أو معضلة تخص المتلقي ولا تخص الكاتب، لأنه الكاتب حالما ينفض يده من النص تكون صلته بالنص قد انقطعت. هذه فقط، وشكرا لكم. وهي آخر ملاحظة. شكرا. وصلت فكرتكم جميعا. هوشانج، ما زلت أيها الصديق. شكرا كثير. فيما يتعلق انفتاح النص أو انسداده على التأويل أو وصول النص لمرحلة الإشباع، أعتقد أنه أنا يعني هيك فهمت من الدكتور خالد في مداخلته الأولى. أنا أميل إلى ما طرحه الأستاذ الضيف الآخر، أنه النص وطبيعة النص يعني تبقي الباب مفتوحا أمام التأويلات. حتى النص الديني الآن يعني هنالك الكثير من الدعوات التي تطالب بمناقشة النص الديني وفق فهم معاصر ولا يناسب الزمان اللي نحن نعيش. مسألة تكييف أو فهم النص أو تأويل النص بمقتضيات وطبعا النص الديني، ما هو معاش وما ما 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 يناسب واقعنا. طبعا هنالك من يرد بالضد ويرفض القراءة المعاصرة لنص مقدس قديم. في تقديري يجوز ذلك على النص الإبداعي أيضا. يعني الكثير من الدراسات والبحوث والقراءات كتبت مثلا حول قصيدة المطر. هل يعني ذلك أن هذه القصيدة أشبعت؟ لربما نأتي بعد 50 سنة أخرى يعني ناقد أو باحث آخر يقرأ هذه القصيدة بمنظور مختلف، بمنظور أيضا يستند على نظريات نقدية تطورت ووصلت إلى يعني ما وصلت إليه. فبالتالي طالما الاجتهاد موجود سيبقى التأويل موجودا، محكوما بتطور مستويات الوعي ومحكوما بالزمان، يعني لكن مش بالزمان وتطوره. هذا ما أردت أن أقوله. في مسألة أخرى، مسألة يعني مسألة التنوع حتى في مفهوم التلقي. أنا ذكرت في بداية الندوة أنه القارئ أو الكاتب عندما يكتب فهو يمارس ضمنا فعل القراءة. النص الذي يطرحه سواء في قصيدة أو في قصة أو في رواية بشكل من الأشكال هو يعني هذا النص قراءته للواقع ومستوى تلقيه، يعني مأزق التلقي لدى الكاتب. فكرة يعني طرحتها موجودة لدى الكاتب وموجودة لدى القارئ، لكن المتعارف عليه والحيز الأكبر يحصر هذا الموضوع في القارئ. أنا لا أحصره على القارئ، إنما أقول أنه التلقي بشكل من الأشكال
أثناء صيرورة النص أو ولادة النص أو تدوين النص، هذا أيضا يعني يمكن إحالة هذا المأزق أيضا للكاتب. لو افترضنا أنه هذا الشيء غير موجود وأن الكاتب خلاص انقطعت صلته بنصه، فأثناء متابعتنا لمواقف وردود أفعال الكتاب من الانتقادات الموجهة إلى نصوصهم، سواء كانت مادحة أو ناقدة أو جارحة أو رادحة هذا التفاعل الرهيب، وخاصة عندما تكون يعني تلك البحوث والدراسات النقدية تشير إلى مثالب وعيوب النص، وردود أفعال الكتاب يعني نادرا ما ترى كاتبا أو كاتبة تنظر بحياد أو بموضوعية لهذا المستوى من النقد. هذا التفاعل المعاكس لمسألة التلقي، تلقي القراءة للنص، هل يشي بأنه بالفعل الكاتب انقطعت صلته بالنص؟ هل يشي بأنه فعلا الكاتب لا يعاني مأزق تلقي نقدي لنصه الذي هو يفترض أن تكون الصلة قد انقطعت بينه وبين نصه طالما صار هذا النص في متناول القارئ؟ يعني إذا أجرينا إحصائية حول ما هو موجود في المشهد الثقافي وردود أفعال الكتاب والكاتبات من القراءات النقدية التي تتناول نصوصهم ونصوصهن تشريحا ونقدا وربما يكون مشوبا بالقسوة، ردود الأفعال هذه تشير إلى نتيجة أخرى ربما، وأقول ربما، تختلف مع فكرة القطيعة أو انقطاع الصلة بين الكاتب ونصه. شكرا. شكرا كثير لك عزيزي هوشنج، سهرناك نحن معنا اليوم. شكرا للأستاذ خالد على مداخلته القيمة وكذلك الأستاذ عبد الله. شكرا أيضا للأستاذ حسين الذي طرح سؤال مهم جدا كنا محتاجين إلى جلسة الواحدة حتى نناقشه. ممتنة لكم جميعا، أتمنى لكم سهرة سعيدة، وقريبا راح تكون روابط الفيديو موجودة على الفيسبوك بحيث أنه نتشاركها مع أصدقائنا ونطرح الأمر مرة أخرى للمناقشة، لكن هالمرة راح تكون كتابية. ليلتكم حلوة، أحلام سعيدة، تصبحون على خير. وعلى خير. باي باي. شكرا كثير، تحياتي للجميع.